كلام ظريف كده. بص يا سيدي بقى، ايه البريزنت بيرفكت كونتينوس او المضارع التام المستمر؟ كتكوين have وhas been ing، have وhas been playing، have وhas been writing. حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن لغاية دلوقتي. كل الكلام ده انتوا عارفينه يعني صح؟ والكي ووردز بتاعته all مع long او all بس، all day طول اليوم، all day long، وفور وسنس. يا مستر هي مش فور وسنس دي كانت بريزنت بيرفكت؟ وبريزنت بيرفكت كونتينوس. طب ايه الموضوع؟ تعالى بس نقارن من جملتين كده. show the difference. I have written 5 reports. أنا كتبت 5 تقارير since 3 o'clock. I have been writing the reports for 3 o'clock. إيه الفرق بين have written و have been writing؟ The first sentence meaning I have finished writing 5 reports. أنا خلصت الكتابة، خلصتهم. لكن الثانية بقى the second sentence I haven't finished writing the reports. أنا لسه ما خلصتهمش. I am still writing the reports. أنا لسه قاعد فيهم. ده محتمل ده كده صح؟ أعدل معايا. بص بقى الموضوع، ايه الفرق بين الجملتين؟ الجمله الاولى اللي هي I have written واللي زمانها مضارع تام بتعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى، اللي هي have written بس. يعني معناها كتبت التقارير لمده 3 ساعات وانتهيت منها. التركيز هنا على العدد، انت كتبت قد ايه؟ في الجمله الثانيه واللي زمانها مضارع تام مستمر اللي هو present perfect continuous بتعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الان، اي معناها بدأت في كتابه التقارير لمده 3 ساعات وما زلت اكتب فيها. والتركيز هنا على المده. يعني لو ادالك عدد انت خلصت عدد حاجات، عدد lessons 3 دروس 4 دروس، يبقى present perfect have وhas past participle بس. لكن لو بنركز على المده وان انت قعدت كتير، وده اللي هنشتغل عليه دلوقتي، present perfect continuous اللي هو have وhas been ing. لا الحقنا بقى، انا هلحق حاضر. عايزين نحل بسرعه. بص بقى، لو جمل دماغ ماشي، يعني عايز تركيز. ايه ده يا مستر؟ انا عايز 2. بص كده، توم started reading a book 2 hours ago. بدأ في قراية الكتاب من ساعتين. He is still reading it. لسه قاعد يقرا فيه. And now he is on page 53. وهو دلوقتي في صفحة رقم 53. Two answers are correct. جملتين صح. وفي الفيديو شوف He has been reading for 2 hours. He has been reading 53 pages. لا ما ينفعش تديني رقم صفحات، لا مع الزمن ده. تقول لي he has read 53. لا ما ينفعش. العدد يا جماعه عايز بريزنت بيرفكت بس. هنا ما ذكرليش عدد فبيركز على المده. والجمله الصح اللي ممكن تتقال تاني اللي هي نمبر دي he has read 53 pages so far. دي صح، يبقى الاولى صح. طب he has read for 2 hours برضو انا مش هعتبرها كده تبع الجمله ديت، اصلا مش تبعنا يعني. لازم تقول لي كده ايه، ما دام مركز على المده وهوضح لك اكتر كمان. have وhas been ing، انما العدد have وhas past participle على طول. لو مش واخد بالك ناخد بالنا تاني. ليندا is from Australia. بص الجمله ديت من استراليا. She is traveling around Europe at the moment. She began her tour. عماله تلف اوروبا في الوقت ده. began her tour بدأت رحلتها 3 months ago. من 3 شهور. Two answer are correct. هي عماله تسافر، بدأت رحلتها من 3 شهور. اول واحده she has traveled for 3 months. هو مركز هنا على المده، فانا عايز present perfect continuous. ما دام مده ما ذكرش عدد حاجات، مش عدد شهور، لا دي مده كده، فدي غلط. بص كده she has visited 6 countries so far. دي صح، لغايه دلوقتي هي زارت 6 بلاد صح كده؟ جميل صح. she has been traveling for 3 months. مركز على المده وحاطط الزمن اللي انا بقول لكم عليه اللي هو present perfect continuous. لكن she has been visiting 6 لا، ايه ده؟ ما تحطليش present perfect continuous مع عدد، لا. طيب تاني، جيم انت بتفهم اهو صح كده؟ طيب جيم is a tennis player. لاعب تنس. he began playing tennis when he was 10 years. بدأ اللعب التنس وهو عنده 10 سنين. old. this year he's a national championship again. بقى بطل تاني for the first time. two answers are correct. he has won the national championship 4 times. 4 مرات. دي صح، تركيزها هو العدد. مش معايا كده؟ طيب he has been playing tennis since he was 10. صح. ما ذكرليش عدد حاجه هو خدها، ما قاليش 4 مرات، لا صح. لكن he has been winning the national championship 4 times. لا ما ينفعش ده مع ده، غلط. طب هنا he has played tennis since. لا انت مديني present perfect كده مع مده، لا برضو غلط. نكمل. ماشي.
Number 4. When they left college, Mary and Sue started making films together. They still make films. ولسه بيعملوا افلام على فكره. لما سابوا الجامعه، لما اتخرجوا يعني كانوا بيخرجوا افلام together مع بعض. They still make films. To answer are correct. They have been making 10 فيلم. يا عم انت ما تدينيش 10 افلام يعني انت خلصتهم، ما تدينيش ده. لا غلط، ده كده غلط الكلام ده. They have been making films. اتكلمت كلام عام بقى، عاملين بيخرجوا افلام since صح. بص من ساعه لما اتخرجوا هم عاملين يخرجوا افلام. بص المده كده، الزمن ده عايز المده، بقى لهم فتره بيعملوا كده مستمرين. They have made 10 films. ماشي انا موافقك. ولما حطيت عايز تقول لي ان هم خلصوا بريزنت بيرفكت، خلصوا 10 افلام since they left college. والاخيره طبعا they have made films. ما ينفعش تتكلم كلام عام كده، يعني هو الاهتمام هنا بالمده صح؟ مش بعدد الحاجه اللي خلصوها. ونكمل في الكويستشن المشهور which sentence is grammatically correct. grammatically correct صح في الجرامر يعني الحمد لله مش مالناش دعوه بالمعنى. How long have you been read؟ ايه القرف ده؟ غلط ليه يا مستر؟ دي المفروض تبقى reading. طب هي ليها معنى كده؟ معناها انت قريت. لا لازم ing. Mary is still writing letters. ما زالت بتكتب خطابات. She has written letters all day. بص الجمله انت بعد كده السنس بتاعك هيعلى. يعني قول لي كتبت كام خطاب وما تهتمنيش بالمده، فدي غلط. انت عارف لو has been writing letters all day قاعد عماله تكتب خطاب ماشي، لكن مش عارف. قول لي has been writing. طب they have been playing tennis for 2 o'clock. الغلطه هنا بقى ان فور ما يجيش معاه o'clock. ماشي كده؟ ارجع لزمن البريزنت بيرفكت او الفيديو بتاع البريزنت بيرفكت عشان اقول لك الفرق بين فور وسنس. يعني هي سنس 2 o'clock لو كانت صح. How long have you been reading that book؟ صح. بقى لك قد ايه؟ فالسؤال دايما بهاو لونج عايز present perfect continuous، وهركز لك تاني عليه دلوقتي. Number 6. Which sentence is grammatically correct؟ How many pages؟ العدد اهو بيسألني على العدد، يعني لازم present perfect اللي جاي. How many pages of that book have you read؟ لا حلوه دي صح. ما اقدرش اقول لك غلط دي. بس هتأكد من 3 التانيين. Mary has been writing 10 letters. عدد اهو مع الزمن ده، فده غلط. They have been لا عيب played بيني باسف. ما تترجمش. بيتم لا مش هتطلع من بقي يعني. How many pages of that book؟ عدد. بص بقى الغلطه اللي هيعملها متاكد ان هو هيعملها. Have you been reading؟ حاطط present perfect continuous مع عدد. لا ما تسالنيش على العدد وبعدين تديني present perfect continuous ing. لا غلط. فالاولى هي الصح. برافو. انا عارف ان كل مره بتفهم اكتر. الاكزامبلز والحل كتير بيفهمك. يعني ما فيش حد بيشرح من اول مره كده والناس خلاص. Number 7. Which sentence is grammatically correct؟ To answer are correct. بيقول لك في 2 صح. تعال نشوف، ربنا يستر بس يكون في 2 صح. ماشي. Where have you been؟ كنت فين؟ Have you played tennis؟ لا. انت كنت فين؟ اقول لك have you been playing tennis. باين عليك لان present perfect continuous تأثيره باين، والحته دي خد بالك منها تأثيره باين، فدي لا انا استبعدها دي. Look somebody has broken that window. بص كده في حد خلص كسره، مش عمال يكسر فيه، لا كسره، دي صح. Where have you been؟ كنت فين؟ Have you been playing tennis؟ اهي الجمله اللي احنا كنا بنصلحها فوق. هنا بقى look someone has been breaking that window. عمال يكسر فيه، ده ايه ده؟ الحاجه بتتكسر مره واحده خلاص. كسر ويندو يعني ما واحد يقول ايه؟ ما ممكن يكون عامل وعمال يكسر ويندو. خيال رهيب يعني ان يكون احد العمال. يلا يا عم معايا كده؟ تمام. Which sentence is grammatically correct؟ وعايز 2. Number 8. Sorry. Number 8. Which sentence is grammatically correct؟ وعايز 2. You look tired. باين عليك تعبان. Have you been working؟ صح. التعب باين عليك اهو. Present perfect continuous. Have you ever been working؟ لا ever ما ينفعش اصلا مع الازمنه المستمره. ever هل عمرك، يعني لو قلت لي work it صح. لا. You look tired. Have you worked؟ ما احنا قلنا بقى have you been working واخترناها. Have you ever worked؟ هل انت عمرك worked in a factory؟ No never. دي صح. ever كده present perfect بس. محتاجين تشوفوا الفيديو بتاع ال present perfect عشان تقارنوا بينه وبين ال present perfect continuous. Number 9. Which sentence is grammatically correct؟ To answer are correct. عايزين 2. Jane is away on holiday. في اجازه. Oh is she بجد؟
where has she gone؟ هي راحت فين؟ انا مش لاقي لغايه دلوقتي غلطه. فانت في الامتحان طبعا بتسيبها كده ونشوف الموضوع. My brother is an actor. He has been appearing. لا appear ده من الافعال اللي هي لا تتبني باسف ولا يعني تتحط بازمنه مستمره، ده معناها بيظهر. لا ما يتعملش كده. لو قلت لي هذا بيرد هختارها. Jane is away on holiday. Oh she where has she been. بص where has she been going. انا مش عارف اقراها فدي اللي غلط، فدي اللي بتأيد ان دي صح. مع كده هي راحت فين؟ My brother is an actor. He has a beard. دي تتقري كده. Has been appearing ما تتقريش حتى. appear ده ما يتحطش بأزمنة مستمرة، ما يجيش قبليه verb to be بعديه ing. فعشان كده قلنا دي غلط ويبقى دي الصح. He has a beard ظهر في several films في أفلام كتيرة. نكمل الكلام واحنا واقفين كده. أنهي واحدة برضو grammatically correct وعايزين اتنين. I have read the book you lent me. أنا قريته وخلصته صح؟ So you can have it back now. ممكن ممكن ارجعه لك دلوقتي تاخده وانت ماشي معايا. I have been reading the book you lent me. انا لسه قاعد اقراه وما خلصتوش. ممكن but I haven't finished it yet. صح لسه ما خلصتوش. خد بالك من القرايه يعني. بص كده قاعد اقرا في الكتاب ولسه ما خلصتوش فعلا. I have been reading the book you have lent me. انا لسه ما خلصتوش. You can have it back now. ممكن تاخده وتمشي؟ لا طبعا المعنى غريب. I have read the book you lent me but I haven't يعني هنا بيقول لك I have read انا خلصته، وهنا يقول لك انا ما خلصتوش. لا غلط. ماشي. تعال نأكد الفهم. انا مش هسيبك، هحط لك اكسرسايز لغايه لما تقول يا بس. You have a friend. بص بقى هنا كلام حلو قوي. انا بص مدي لك اختيارين بس ماشي عشان بنهي لك الدرس. You have a friend who is learning Arabic. تعرف واحد صاحبك انت عندك صديق بيتكلم عربي. You ask بتسأله how long how long. اشوف كده how long بتسأل عن المدة، فعايزين ايه؟ continuous tense اللي هو present perfect continuous. How long have you been learning Arabic؟ هي دي صح. صح كده؟ مدام how long. تاني You have just arrived to meet a friend. لسه واصل عشان تقابل احد زملائك. She is waiting for you. قاعدة مستنياك. You ask بتقول لها كده how long have you waited ولا have you been waiting. present perfect continuous. امال امتى بنستخدم present perfect بقى مع انهي question word؟ لما يسألك عن عدد how many. يعني بص نمبر 13 كده you see somebody fishing by the river. you ask بتسأله كده كم سمكة يا ابني؟ how many fish have you been catching. لا السؤال بالعدد كده ما يجيش مع ده. لا ما يجيش مع ده. ما يجيش مع present perfect continuous. هو عايز ايه؟ how many fish have you caught. صح. يبقى present perfect مع how many. في تاني من ده يا مستر؟ في تاني من ده ما تخافش. نكمل. some friends بعض اصدقائك. some friends of yours. يا رب تجيلكم في الامتحان كده some friends of not. حط yours are having a party next week. you ask بتسأل كده. انت السؤال ب how many يبقى عايزين present perfect. how many people have you invited هي اللي صح. صح كده زي ما اتفقنا. She not on this project for a week. ادي for a week now. بقى لها اسبوع لغايه دلوقتي. يعني واضح قوي لغايه دلوقتي. يعني انا رافض الماضي ماشي كده، رافض الماضي وعندي دول يعني لسه ما خلصتش. يعني for مع now has been working الا لو الفيرب نفسه ما يتحطش في ازمنه مستمره كده. لكن work يتحط عادي has been working. She not TV for hours and needs to rest. محتاجه to rest her eyes. محتاجه تريح عينيها شويه. يعني لسه في استمرار. بص مهتم قوي بالمده. had ولا has been watching ومش has watched. number 17 he not cafe all morning. عمال يشرب قهوه طول الصبح النهارده. and now he can't sleep. مش عارف ينام. في استمراريه مش عدد قهوه، مش عدد كوبايات قهوه ولا كلام ده. ما قالكش هو شرب كذا كوبايه قهوه. طب الجمله طبعا من ناو يعني جمله مضارع فهتبقى has been drinking. لو has drunk 3 cups of coffee يقول لك عدد 3 cups of coffee 3 كوبايات قهوه كده. he not in London for 10 years before moving to Paris. tricky. يعني هو عايش في لندن لمده 10 سنين before moving to Paris قبل ما يتنقل لباريس. يعني هو لسه عايش في لندن. ما تضحكش عليا. ما تضحكش عليا. لا هو مشي
يعني مش لسه عايش لغايه دلوقتي، لا ده هو مشي has left. بص الاكزامبل تاني ها، before moving to Paris، قبل ما يروح باريس، يعني هو مش موجود في لندن دلوقتي، كان ساكن ومشي وخلاص وانتهى.